طبعا نرحب بجميع الرفيقات من كل المؤسسات. تكون دورة مثل دورة تخصصية في مجال التدريب أو في مجال الإيديولوجي والفكري. طبعا قبل ما نبدأ بالدورة نقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. وتطور الكتابة هي بيناتهم علاقة وثيقة جدا، علاقة وثيقة للتطور. مثلا لابد أن نبين أن الدولة السومرية هي صاحبة الخط والكتابة الأولى في التاريخ. طبعا هذا مين كان يقوله؟ اللي كان يحاول يطمس تاريخ الأكراد. تمام؟ مين كان يقول؟ دائما كانوا يقولوا السومريين هم أصحاب الخط، هم أصحاب الكتابة، هم أصحاب. ليش؟ على نقل المهارات أو نقل الحضارات إلى الوقت الحالي أو الحديث عن التاريخ كانت اللغة. اللغة كان لها دور أساسي في نقل عامل للتدريب. اللغة لعبت دور أساسي مثل ما قلنا لنقل الحضارات من مكان إلى آخر مجتمعي. ورح ندرس هلا، رح نشاهد هلا نوعية التدريبين، بس تأكدوا تماما التدريب المجتمعي هو التدريب المجتمعي وليس التدريب عبر الدولة والسلطة. التدريب عبر الدولة والسلطة طبعا هون كمان التدريب عبر الدولة والسلطة ينقسم لشطرين أساسيين. رح يكون في عندنا تدريب عبر الدولة والسلطة. تل الكرش يعود تاريخ بنائها في منطقة أورفا عام 12,000 قبل الميلاد. قبل الميلاد. شفتوا عصر الكتابة لمين عم يعود هون؟ ولوين عم يعود؟ لأورفا. لمين كان؟ لخراب رشد أو تل الكرش. كمان في عندنا نقطة، الكتابة المسمارية اللي ظهرت عند السومريين وين ظهرت؟ ظهرت بعامودة اللي عاصمتها راكش. إذا ترجعوا على التاريخ الأصيل فرح تشوفوا إنه هاي النقاط هي صح ممحية من التاريخ، بس إذا نساوي بحث رح نشوف إنه هاي النقاط موجودة. هن اللي كانوا الآلهة قديما. الشعب وين كان عم يتجه لعند هاي الكهنة؟ ليش؟ لأن الطبقة المسيطرة أو المهيمنة على الآراء، على الفكر، مين يكونوا هدول الكهنة. مشان خلقوا طبقة الكهنة وخلقوا المعابد مشان عامة الشعوب يساووا غسيل دماء ويكونوا الطبقة. مشان هيك المعابد ايش خلق؟ العبيد. هاي النقطة